ليست كل الأزمات تعلن في البيانات الرسمية، وبعض العواصف تبدأ همساً خلف الأبواب المغلقة قبل أن تتحول إلى زلزال سياسي يهز أركان السلطة. ما يحدث اليوم داخل أروقة الحكم في الجزائر ليس مجرد اجتماع روتيني أو نقاش بروتوكولي عابر، بل يشبه إلى حد كبير حالة استنفار غير معلنة داخل دوائر القرار. هناك شعور متصاعد بالقلق، وملفات ثقيلة بدأت تطفو على السطح، وعيون دولية تراقب عن كثب كل حركة تصدر من قصر المرادية. في الأيام الأخيرة تحولت اجتماعات المجلس الأعلى للأمن في الجزائر إلى ما يشبه غرفة عمليات حقيقية لإدارة مرحلة حساسة. الحديث في الكواليس لم يعد يدور فقط حول التحديات الأمنية التقليدية أو التوازنات الإقليمية المعتادة، بل حول سيناريوهات أكثر تعقيداً قد تضع النظام أمام اختبار